جماعة في سؤال دائما نسأله عن أنفسنا، من هم الأشخاص اللي نتمسك فيهم ولهم مكانة في قلوبنا وما نفرط فيهم أبد؟ يعني إحنا للأسف صرنا بزمن قل فيه الوفاء وكثر فيه نكران الجميل، وقليل تلقى صداقات حقيقية. فتمسك بالشخص اللي إذا زعل جاي يشكي لك منك ما يروح للناس ويتكلم وينشر غسيلك للناس، هذا تمسك فيه. وتمسك بالشخص اللي ضحكك بدون سبب، يعني تحس الضحكة طالعة من قلب، هذا تمسك فيه، لأن احنا بزمن كثر فيها النفسيات. وتمسك بالشخص اللي عفويتك تطلع كاملة معه، يعني جلستك، ضحكتك، كلامك، صدقني هذا الشخص تحبه أنت. وبعد تمسك بالشخص اللي يحترمك بغض النظر انه يحبك او انه ما يحبك، لكن يحترم وجودك، هذا تمسك فيه، رجال محترم. وتمسك بالشخص اللي وقت الأزمة ما يترك، وابتعد عن الأشخاص اللي وقت الأزمة يترك، حتى لو جاي يحب جزمتك وانت بكرامة لا ترجع له. وبعد تمسك بالشخص اللي ياخذك من يدك ويقول أنت تستحق الأفضل ويدعمك ويعطيك، هذا تمسك فيه، لأن بزمن كثر فيها الحساد. وهم بعد تمسك بالشخص اللي يخاف عليك، اللي يوجهك بزمن كثرت فيه الحريات، كل واحد على كيفه. وبعد تمسك بالشخص اللي إذا جاء ينصحك يرفع صوته عليك ويهوشك بعد، لأن صدقني النصيحة ما جت من قلب واحد يكرهك. وتمسك بالشخص اللي فلوس ما تهمه معك، يا يقسمها بينك وبينه أو يعطيك إياها كلها، هذا والله يحبك. وتمسك بعد مع الشخص اللي إذا مشيت معه يزيدك رفعة، هذا والله يعرف. وابعد عن الشخص إذا مشيت معه يقلل كرامتك وقدرك. طبعا ذولي الأشخاص أنا ما بقول إنهم نادرين، لكنهم موجودين، الله يكثرهم بدربي وبدروبهم، قولوا آمين. وشكرا على